السلام عليكم حباباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. فيديو اليوم هو 6 نصائح للتخلص من الوزن الزائد بدون حمية او رياضة. ورايحين نبداو بالنصيحة السادسة واللي هي التواجد في محيط ايجابي. ابعاد الناس السلبيين خطوة كبيرة بزاف باش توصل للسعادة، وخاصة اذا كانت السلبية تتعلق بانتقاد المظهر. يعني لازم تبعدوا على كاع الناس السلبيين اللي في حياتكم، ما تخلوهمش اثروا عليكم. والنصيحة الخامسة الابتعاد عن مشاهدة الاعلانات التلفزيونية. كي تشوف الطعام في التلفزيون تولي حاب تاكل، تجيك رغبة في الاكل، يعني تولي حاب تاكل، تولي تحوس على الماكلة. هذه تجربة شخصية، يعني انا كي نشوف الاكل في التلفزيون لازم نروح ناكل، لازم. النصيحة الرابعة وهي الجلوس وتناول الطعام ببطء. لازم تاكل بالعقل وتمضغ الاكل مليح، يعني تناول الوجبة ببطء وهدوء اكثر باش الجسم يدي سعرات حرارية اقل. واهم حاجة لازم تكون فرحان وسعيد، لازم تكون اي حاجة راح تديرها تكون فرحان، تكون سعيد. انا ما نحبش ناكل انا غضبانة، بس راح ناكل بزاف. وثالث حاجة النوم جيدا، وخاصة في الليل، لأنه نوم الليل ما يعوض لا نوم القايلة لا نوم العشية. ارقدوا بزاف في الليل وبالك السهر، لأنه النوم في الليل يساعد في التخلص من بزاف أمراض، ويحسن المزاج تاعك ويخفف من الصداع. كما تعرفوا الناس اللي ما يرقدوش بزاف هما أكثر عرضة للمرض وللسمنة. ماشي يعني تروح ترقدوا اليوم كامل، ونرقدوا بزاف سيرتو في الليل. وتاني حاجة، تاني نصيحة، تناول الطعام في طبق صغير. لازم نحطوا الماكلة في طبسي صغير، ما نخلوهاش في الساشي ولا في الكيس اللي جات فيه، باش نشوفوا الكمية اللي حابين ناكلوها. وهذا امر مهم، يعني كنت تاكلها في الساشي تاعها ولا في الكيس، سورتو اذا كانت الكميه كبيره راح تاكلها كامل وراح تسمان وراح كاع. واخر شيء شرب الماء بزاف، ونفضل تشربوه في كأس طويل بدل كأس قصير. ركزوا على شرب الماء بزاف لانه مليح. وهذه هي النصائح تاع اليوم، ان شاء الله يكون يعجبوكم، ان شاء الله تجربوهم. سلام، نحبكم، متنساوش لايك.